مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل جبنة رومي. طريقتها هي طريقة بسيطة بس بتاخد وقت طويل جدا وعايزة صبر وعايزة نظافة كمان في الشغل. بالنسبة للمقادير بتاعتنا، أنا هعمل 2 جالون لبن، دول حوالي 8 لتر. اللبن ده مبستر اسمه هوموجينايزد ميلك. اللبن المبستر بيبقى دهون مفتتة، فبالتالي في اضافات انا هضيفها. بالنسبة للناس اللي هي عندها اللبن العادي هيبقى في اختلاف شوية في الاضافات اللي انا هضيفها للجبنة الرومي، بس هذكر ده وانا بشرح. ده بالنسبة للبن. ال2 جالون هيحتاج المقادير اللي انا هقولها دلوقتي. دي نص معلقة كالسيوم كلورايد، اللي هو كلوريد الكالسيوم، اللي هو ده انا شاريه ديت عامله له اوردر من على الانترنت. الحاجات الاضافات دي انا هقول لكم عليها ازاي تجيبوها منين، يعني ازاي تعملوا اوردر للحاجات دي والمواقع اللي ممكن تشتروا منها. بالنسبه للبن العادي، الحليب العادي، مش محتاجه الكلوريد الكالسيوم. اللبن المبستر لما يتعمل له عمليه بستره انا بالتالي بحتاج اضيفه، لان المبستر ده مش محتاجه ان انا اغليه، لكن اللبن العادي لازم اغليه واحطه في التلاجة وبعدين ابتدي استعمله. بالنسبة للستارتر اللي هو اول حاجة هضيفها عليه حاجة اسمها ثيرموفيليك ستارتر. الثيرموفيليك ده اللي هو ممكن استغنى عنه لو انا معرفتش اتحصل عليه بالزبادي، يعني ممكن استخدم بداله حوالي ما يعادل ربع كوباية زبادي. طبعا الزبادي اللي اختاره يكون زبادي عادي ما فيهوش اي اضافات، زائد كامل الدسم، ويكون طالع من التلاجة. لازم يكون متلج. كل حاجة انا هستعملها لازم تكون ساقعة. بالنسبة للثيرموفيليك هستخدم ربع معلقة. ده الثيرموفيليك بستخدم باج واحدة، يعني باكو واحد، ده بيعادل ربع معلقة صغيرة. في حاجة كمان اسمها مسحوق الليباز. مسحوق الليباز ده انا هستعمل 8 معلقة بس، دي اللي هي دي العلبة بتاعتها. بحطها في الفريزر ساعة الاستعمال، اخد اللي انا عايزاه وبعد كده اشيلها في الفريزر. زيها برضو الثيرموفيليك، برضو حافظاه في الفريزر. الكالسيوم كلورايد انا حطاه في التلاجة العادي ما بيتفرس. وبعد كده بستخدم منفحة. انا بستخدم حاجة اسمها رينت دي منفحة بس نباتي، يعني مستخرجة من بعض الطحالب، انواع من الطحالب. دي نباتي زي ما احنا شايفين، اسمها جانكت. دي متوفرة بالنسبة اللي عندنا احنا هنا في نورث امريكا، موجودة متوفرة في كل حتة. بيستخدموها بيعملوا بيها الكاسترد والايس كريم والحاجات دي. احنا في بعض الناس لقوها في الاجزخانات، لقوها بيتباع في الجروسري العادي، ممكن في محلات البلك. بستعمل بالنسبة للبن المبستر بستعمل حبايتين، لكن اللبن العادي حباية واحدة بس لل2 جالون. بالنسبة للدول العربية المنفعة متوفرة في كل حتة. هستخدم لل2 جالون نص معلقة منفحة. المنفحة دي بتبقى سايلة. دي بالنسبة للمواد اللي هي بتنضاف على الجبنة، على اللبن، عشان تعملي الجبنة الرومي. في الاخر انا بنقعها بعد ما اخلص خطوات معينة، بحطها في ملح ومية، وبستعمل 2 كوباية ملح. بالنسبة للناس اللي بتسأل على الجرامات، دول حوالي 400 جرام ملح. الملح ده يا اما ملح بحري اللي هو السي سولت او الكوشر سولت. برضو النوعين الملح دول ما فيهمش يود. مهم ان انا لما باجي اعمل الجبنة استعمل ملح ما فيهوش يود. برضو المية اللي هستعملها لازم مية مفلترة. انا بستعمل ديستلد ووتر، بستعملها وانا بدوب المكونات التانية اللي هو الكلوريد الكالسيوم وبقية الاضافات. رينيت برضو، او لو احنا مش قدامنا هي موجودة طبعا سهل ان احنا نحصل عليها، بس ممكن نغلي مية كويس قوي واسيبها تبرد تتلج وبعد كده استعملها. يبقى انا تخلصت على قد ما اقدر من الكلور اللي فيها. يعني لازم المية تكون نون كلورينيتد، لازم المية تكون ما فيهاش كلور. حوالي معلقة الا ربع فلفل اسود،
وزيت زيتون بختار النوع الفاتح، هستعمله في الاخر خالص وانا بدهن بيه الجبنة. الادوات اللي هستخدمها، هحتاج شاش هو اسمه التشيز كلوز. انا بجيب نوع بالمتر، يعني الباكو ده فيه حوالي مثلا 4-5 متر، باخد منه واستعمله لان انا بستعمل طبقات عشان اصفي الجبنة. هحتاج ترمومتر عشان اظبط درجة الحرارة. الترمومتر ده بالفهرنهايت والدرجة المئوية العادية. هقول برضو الدرجتين عشان اللي عنده بس درجة مئوية او فهرنهايت بس يعرف الدرجة المطلوبة قد ايه. برضو هحتاج بامبو دي عشان ارقد عليها الجبنة، لان الجبنة لما اجي اخزنها ما ينفعش احطها على طول لوحدها، تعفن من تحت، لازم حاجة تعليها شوية. وطبعا ما اقدرش استخدم اي حاجة معدنية، مهم ان انا استخدم البامبو ده. تعالوا نشوف ازاي هبتدي اعمل الجبنة. وهحتاج القالب المربع ده انا اشتريته، لقيته مخرم، هو ده مش بتاع جبنة بس انا اشتريته عشان اعمل فيه الجبنة. لازم يكون مخرم، مهم قوي ان هو يكون البلاستيك جامد عشان يتحمل الضغط اللي انا هحطه عليه. وبرضو حتى هنلاقيه فيه خرام من تحت عشان برضو يصفي. في انواع قالب كتير، دي قالب مخصوص للجبنة برضو بيبقى مخرم كده، وليه برضو الوردة بتاعته اللي هو بيتحط عليها الجبنة من فوق، تتحط من فوق بعد كده تحط عليها ضغط من فوق. هحتاج كمان الادوات اللي انا هستعملها، مقصوصة كبيرة عشان اشيل بيها الجبنة بعد ما تتجبن، مقصوصة هقلب بيها صغيرة، مضرب بيض يدوي كبير شوية عشان طبعا كمية اللبن كبيرة، المعالق اللي انا هستعملها اقلب بيها المكونات، وسباتيولا رابر. الحاجات دي انا لازم اعقمها، كل حاجة استخدمها لازم اعقمها. الحلقة اللي هحط فيها اللبن لازم اكون غليت فيها مية وعقمتها. برضو الادوات دي حطيتها في مية مغلية لمدة 5 دقايق وعقمتها. القالب اللي انا هستعمله في الجبنة برضو عقمته. هحتاج برضو مصفى سلك عشان هحط فيها الشاش واحط فيها الجبنة عشان اصفيها، برضو دي لازم اكون معقمة. ما استعملش اي ألمونيا، احاول استعمل الستانلس ستيل او البلاستيك. تعالي نشوف ازاي هبتدي اعمل الجبنة. قبل ما ابتدي ادفي اللبن هدوب المكونات دي في ميه، اللي هو زي ما اتفقنا ميه مفلتره. مثلا الريت هكسره الاول كده بايدي وافتحها واحطها في حاجه، وبعد كده احط عليها الميه. هو ليه انا بكسرها؟ لانها بتاخد وقت عبال ما تدوب. واحط عليها ما يعادل ربع كوبايه ميه ساقعه، الميه دي كلها لازم تكون ساقعه، واسيبها تدوب براحتها. برضو كلوريد الكالسيوم ربع كوبايه ميه، مسحوق ديباز ربع كوبايه ميه. هسيبهم يدوبوا براحتهم وابتدي اشتغل في اللبن. من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم اخد بالي منها ان انا وانا بدفي اللبن ما تكونش فيه نار مباشره على اللبن. هحط الحله على النار بس هحط شبكه اعليها، يا اما اعمل حمام ميه، يعني اجيب حله اكبر من دي واحط فيها ميه ادفيها وبعد كده احط اللبن في الحله التانية دي. يعني ممكن الطريقه دي او الطريقه دي. الاسرع طبعا انا بجيب شبكه واعليها على النار واستخدم نار هاديه خالص، ما استعملش نار عاليه عشان ما يبقاش في ارتفاع سريع في درجه حراره اللبن. فعشان ما تزعلاش مني قوي بعد ما ضفت الاضافات بستخدم الشبكه. بعد كده اولع النار وابتدي احط اللبن كله. في نفس الوقت انا بقلب وانا بصب اللبن عشان ما يسخنش مني فجأة. بالنسبة للبوتاجاز العادي نفس الطريقة، برضو هرفع الحلة عن النار بمسافة كده بحيث ان النار ما تبقاش مباشرة على اللبن وتسخنه بسرعة، سواء بوتاجاز غاز او بوتاجاز كهرباء. وانا شغالة كده ما يمنعش ان انا اخد بالي من درجة الحرارة. مهم قوي ان انا استخدم حلة ستانلس ستيل، ما استخدمش الالومنيا ده خالص لانه بيتفاعل مع اللبن. هي كده تقريبا درجة الحرارة قربت. كل اللي انا عايزاه درجة الحرارة لازم توصل ل90 فهرنهايت، يعني 32 درجة مئوية.
زي ما احنا شايفين درجة الحرارة وصلت 90 اهي و7/10. هطفي النار وبعدين ابتدي اضيف اول حاجة. هضيف الثرموفيليك الاول، اقلبه اسيبه 10 دقايق بس، وبعد كده ابتدي اضيف الاضافات التانية، واحاول ان درجة الحرارة تكون ثابتة اللي هي 90. لو نزلت معايا ارفعها، اولع النار واطفيها كده من ان الاخر عشان اثبت درجة الحرارة. كده عدى 10 دقايق وتأكدت ان هو داب. ابتدي بالترتيب كده. اضيف الاول اللي هو مسحوق اللباز اللي هو انا دوبته في ميه ساقعه واقلبه. بعد كده كلوريد الكالسيوم. ما بين كل اضافه واضافه دقيقه او دقيقتين، يعني اقلب وابتدي احط اللي بعديها. وبعد كده رينيت انا تاكدت ان هو دايب. لو هو محلول المنفعه برضو ادوبه في ميه. كده انا حطيت كل الاضافات، اقلبه كويس قوي، وطبعا انا طافيه النار. هبتدي بقى اغطي عليه وهحطه في فرن البوتاجاز واولع اللمبه. مش هولع الفرن، هولع اللمبه. هتعمل تدفئه، يعني هتبقى درجه الحراره دافيه. هسيبه لحد ما يتجبن، يجمد قدامي، لحد ما احط صباعي كده الاقيه ما فيش حاجه طلعت في صباعي. ممكن يقعد من 4 ل5 6 ساعات، وممكن 10 ساعات. عدى عليها دلوقتي حوالي 4 ساعات. فانا هفتح عليها زي ما احنا شايفين جمدت. يعني انا ممكن احط صباعي كده مفيش حاجة تطلع في صباعي، يعني جمدت. هبتدي اقطعها على شكل مربعات. انا بعمل الحكاية دي ليه؟ عشان افصل الشرش عن الجبنة. اعمل العكس. طبعا وانا بقطع يكون بشويش خالص وانزل لحد تحت. وزي ما اتفقنا كل حاجة بستخدمها معقمة، يعني السكينة دي معقمة برضو. هغطيها واسيبها كمان من 10 دقايق لربع ساعة، وابتدي اقطعها تاني. زي ما احنا شايفين الشرش فصل اهو. هبتدي اقطعه تاني، يعني اقسم المكعبات دي المربعات دي لنصها تاني كده. واحاول افصل الجناب اللي هي لازقه. وانا بقطع خلي بالي انزل لتحت خالص عشان يتقطع كله. هعمل حاجه تانية. ادي ميل السكينه كده وابتدي اقطع بالعرض، عشان هو حتت طويله من فوق لتحت، عشان اقطعها يعني على الاقل تتقطع نصين مثلا. بعد كده هسيبه كمان ربع ساعة لحد ما احس انه فصل خالص، وبعد كده ابتدي اطبخه. زي ما احنا شايفين الشرش تقريبا فصل. هبتدي اعمل حاجة بقى. هولع عليه النار، واحاول على نار واطية جدا. احاول اعلي درجة الحرارة ببطء بحيث انها تاخد نص ساعة لحد ما توصل للحرارة درجة الحرارة المطلوبة اللي هي 117 فهرنهايت او 47 درجة مئوية. وفي نفس الوقت هستخدم المقصوصة دي واقعد اقلب، بس اقلبه بحرص شديد جدا بحيث ان انا ما بهدلش الجبنة وانا شغال. ليه التقليب؟ عشان درجة حرارة تتساوى فيه كله. اخد بالي من درجة الحرارة، عايزاها توصل ل 117 فهرنهايت. الاقيه طرية كده شوية استنى، يعني مش لازم اقعد اقلب باستمرار من آن لآخر. عشان توصل لدرجة الحرارة دي هتاخد تقريبا نص ساعة. اكون صبورة مع الجبنة عشان خاطر تطلع مظبوطة معايا.
هي الجبنة الرومي دي عايزة نوع من الصبر شوية.